بسم الله الرحمن الرحيم. صحة فطوركم. هذا فيديو خاص بعمل تاع خير ان شاء الله. انا في عقلي انني نبغي نقول نداء تاع خير، وهو لحقن التوتر بين الجماعه تاع البالو تاع الحراش والرويسات. انا مانيش باغي ندخل في بغض النظر على شكون اللي جرح شكون، ولو ان كان كلام جرح شارح سمعت فيه عنصريه فيه كذا، ولكن احنا ما نقدروش اللي رانا باغيين الصلح. احنا في بلادنا في دوارنا نقولوا يوم الصلح ما تتعد المظالم، وبالتالي ما نقعدوش نفركتوا في شكون بداها ما بداهاش. ولكن حقنا اللي مشكل كبير هي تبدي بالبالو، تمشي الكره كبير، يحدوا الناس يقاطعوا للكيران اللي جايين من الشمال واللي جايين من الجنوب، وجيل يورث الغل الجيل. رانا عايشينها 10 سنوات فيه، وكاين الناس اللي كانوا 10 ولايات اللي شدت حقد بين بعضهم على بال البالو ما يقارب 10 سنين. الكيران يهرسوا لهم الزاج تاعهم، الطاكسيات ما يدوش، كره كبير، حتى ولاو انهم ما يقدروش يناسبوا حتى بعضهم. وبالتالي حقنا اللي باش ما تتطورش الامور، انا مانيش باغي نهضر يا جماعه، لان الناس دفعوني بزاف. قال يا ودي يقول على قضيه الرويصات، قضيه الحراش، قضيه الرويصات. انا مانيش باغي ننحاز، ومانيش باغي ندور على شكون هو الغلط، لانه لو نفركتوا في الغلط اللي فات جهده معناه باللي ما يسمع حتى لحد في الجيري وما هوش مربي، ذاك العداله تاخذ مجراها. اما ولاد الفاميلا يمكن يغلطوا، لان كاين حد يقول له مجرم بالصدفه، كاين اللي يغلط نتيجه غضب، نتيجه كذا. هذا مسموح حتى في الشرع الاسلامي انه يعاود يولي لطبيعته والعقوبه مكان له. اما اللي باغي يفوت فرعون ويفوت سيدي ربي كاع وما يسمع حتى لحد، هذا كاين جانب واحد اخر يقول له العداله. اذا انا راني باغي نرأى بالصدع وباغي نخيط بالابيض، مانيش باغي نزيد الطينه بالله. وراك تشوف باللي صرات شحال من مره كاين اللي يهضروا على بوداني تاع ليكيب ناسيونال اسرى صحراوي، كان ما كانش يروندي مليح فيهم وحدين غير اللي ظهرت لك نسمعهم يقولوا في الفيسبوك، واحد يقول له يمشي طيب لاتاي، واحد يقول لازون تاع لاتاي. خلوكم من الاستهزاء، خلوكم من الاستهزاء. لا الجنوب يستهزأ بالشمال، ولا الشمال يستهزأ بالجنوب، ولا الوسط ولا الشرق ولا الغرب، لأن علاه عالم يسري كاع خارج خيالكم. العالم اليوم متوتر خارج الخيال هذا. لو ديجا احنا عندنا مشكل في قضية الثقة والانتقام والغل بين الحاكم والمحكوم، وبين البشر بين بعضه، وبين الفقراء بين بعضهم، وبين الأغنياء بين بعضهم، في حوايج مازال ما تصلحتش، ونزيدوا الطينة بالله أنه نولوا مناطق تكره بعضها، وهي السبب صغير. ومن هذا المنطلق راني نقول يا ودين على بليز، وديروا لجنة الصلح ما تديش حق الناس وما تتعاودش. وراني نعاود ونقول اللي يمكن فيهم ماهوش متربي من اللي شعلوها وماهوش متربي، كيفاش ماهوش متربي، اللي ما يسمع حتى الواحد لا جاه ولا يستعرف لا بسيدي ربي ولا بالدين ولا بالصلح ولا كذا، هذا اعزلوه. اما الناس اللي قادر يقول ودي انا صح غضبت وصرا مني هذاك، بغض النظر على شكون اللي غلط، لا من جماعه الرويصات ولا جماعه الحراش، رانا نقولوا هدوا الروع، ويكون منكم ناس اللي يحظوا بمصداقيه، لا من الحراش ولا من الرويصات. كيفاش يسموهم؟ يسموها العقلاء تاع البلاد كي دايرين، ماهوش اللي تابعين للحكومه، لان الشعب يكره واحد جاي عن طريق الحكومه. الا الرسال الكبار مثلا يكون زوج ولات الوالي منا والوالي منا مثلا ممثلين يجوز، بصح يجوا كاع الناس تاع الصلح جايين مثلا باعاز من الحكومه، ما من الشعب يرفضهم. لازم يجوا ولاد الشعب اللي عندهم مصداقيه وما عندهمش علاقات لا بالحكومه. راني نقول لكم الواقع كيفاش يندار الصلح. الصلح يندار مع ناس خدموا على قيمتهم في وسط شعبهم ولا في وسط قبيلتهم سنين طويله، من جدهم لباهم يحظوا باحترام في اوساط جيل اي بلديه، اي بلديه في الجزائر تلقى ناس عندهم احترام شعبي. الشعب يبغيهم نتيجه اما يديروا الخير، اما داروا عندهم العلاقات تاع الخير.
دايرين الخير في الفقراء، ما عندهم لا صلة لا منتخبين ولا حكومة ولا عندهم علاقة لا مع الولاة ولا والو، ولكن ما يتهمش السلطة. مثلا تمثل السلطة في الولاة يجوز بهذا الصلح، ويجيبوا الأغلبية هما ناس شعبيين يحظون بمصداقية. علاه أنا نقول باش كي يعقدوا الصلح الناس كاع تقبل، ما يقعدش في إعاز قالوا دي شاريينها ودي جابوها ودي داروا له ولا قال ده ما يمثلناش. علاش راني نقول جيبوا الذين يحظون بمصدقة. كاين ناس كبار شوابين كبار في أي بلدية في الجزائر، في أي بلدية هما ناس تاع الصلح، علاه خادمين عليها ورثة دايرين الخير من جدودهم لولادهم، يفكوا في الصلح بين الناس بلا قضاء بلا حكومة. هاد الناس ماذا بيا يكونوا ويمشوا لهم ناس يقول لهم ديروا ارواحوا نديروا جلسة صلح اللي تكون دائمة. وبالتالي وراني ما نقول ما تقصرش السلطة ممثلة في زوج ولات مثلا، أنا غير راني نقترح ممثلة في زوج ولات يجوز، وهذه يجوز ما نقدرش نستغنوا عليها، ولكن الأغلبية يكونوا من الناس العقلاء، مجلس عقلاء لا من الحراش ولا من يجيبوهم من أي بلاد ولا حتى من ولايات وحدين أخرين، لأن قضية باش ما تكبرش، لأن قضية يمكن تكون وطنية، لأن هذه سببها الانتقام والحقد، وينتشر هذا الحقد ويولي فيروس يطول سنين طويلة، ويولي الانتقام ما تعرفش كاع فاش، ويولي الكره. وكي يولي الكره بين مناطق الجزائر معناه باللي يقدر يوم ما الاهلي ولا يقدر اي احتلال يقدر يفرقنا، تمشي جهات. انا واحد من الناس اللي كنت في وقت بوتفليقه ندافع على الجنوب من منطق تنميه ماشي عنصريه. كانوا يقولوا لي ودي تاع عنصريه وتاع الجنوب، وانا عمري ما كنت جنوب، دافعت حتى على ناس محقورين والناس غلابه في وعايشين في الجبال من القبائل، وناس ثاني من فقراء من الشاويه ولا من النزاو ولا من العرب ولا من اهل الجنوب. كنت نعممها خطرات، ولكن نعطي الجانب الكبير للجنوب باعتبار بلي انا جيت ممثله، ولكن من منظور تنميه ماهوش من منظور العرق والاصل. وقالوا لي انتما الهضره تاع القهوي ما القهوي، تركوكم الحاجه التي تثير احتقار الناس وتربي الغل والانتقام. يا ودي انا راني شعبي، انا هذا نداء تاع واحد شعبي، انا ما ورايا لا الحكومه ولا اعاز من الحكومه، انا ظهرت لي انني سام، لان الناس عيطوني في فيسبوك وكذا قالوا لي واش راك تقول. واحد فيهم قال لي كاع ما تهضرش على التراب، يا ودي هضر لنا على الرويصات وعلى هذا الزوبعه اللي راها نايضه تاع الكره. فضلت انني نقول رايي باش يسمعه كل الناس. انا رايي وسط، هو الصلح خير، الصلح خير بغض النظر على شكون الواعر وشكون اللي ماهوش واعرين، ولي سيبورتور الواعرين والسيبورتور الرجله. مانيش باغي ندخل في هذه، لانه لو ندخل في هذه والله ما تفرق، والله ما يسلكها قاضي، بالله العلي العظيم ما يسلكها قاضي، وينتشر الفيروس من على 10 سنين 20 عام، يولي المناطق تكره بعضها ويبقى الحقد. إذا حنا باغيين نخيطوا بالابيض لهذه البلاد اللي نقولوا عليها نحافظوا عليها. سمعت قضية شعبية، ماهيش قضية الجيش اللي شفنا في الحدود وقلنا ودي الجيش وأمن الأمن والضرب والبوليسية وهذو عندهم وقر ولازم يكون بيننا وبينهم صلة، لأنهم ولاد الشعب بغض النظر على واحد الحوايج يصراو قلنا يا سيدي نعالجوهم لا من الجهة هذه ولا من الجهة الشعبية. بصح اليوم قضية شعب، الأغلبية شعب، هذه البالو شعبية، هذه ماهيش لا بإعاز حكومة لا والو، هذه تصرفات فردية صرات، وبالتالي باغيينها باش ما تنتشرش وباش ما الناس ما ياخذوش العزة بالإثم. العزة بالإثم معناها باللي أنا يجيبني النيف على الجنوب أيا ونوض ثاني أنا نقول ونحرقها أيا نوضو ثاني حال واش تصرى؟ نحرقوا البلاد. واش يصرى؟ ولوا ضعاف أمام الناس اللي راهم برا. حتى القمة العربية هذه مثلا هي اللي كنت تخيل كون رانا مشتتين، القمة العربية هذه ما كاش كاع اللي يعطينا كاع قيمة نحضروا ولا ما نحضروش كاع بحال. الله يعطينا ويعطيكم الخير. وانا نعاود ونقول يا ودي ديروا لجنه اللي تحظى بمصداقيه شعبيه، يرقوا استعدوا ما تدخلوش. رانا نقولوا في بلادنا نقولوا يوم الصلح ما تتعدى المظالم، معناه باللي كي نبغي نديروا الصلح ما نقعدوش نقولوا انت غلط وانت اللي درت وحنا اللي درت، هذا ماهوش الصلح. ولكن الناس الذين ما على بالهم لا بالصلح
وأخذتهم العزة بالإثم وما يستمعوا حتى لواحد، هذو بينهم وبين القانون، لأن هذو خارجين على المجتمع. معليش راني نقول أودي حتى اللي نظلم يصبر، نديروها تجربة تحت الصلح في البلاد. سمعت راك شفتوا باللي التجربة اللي صرات في تيزي وزعوا على قضية بن اسماعيل، باو هذا كان طفاو النار. الحق تاع رب العالمين يشهد لهم عن سيدي ربي، ماشي الحكومة، يشهد لهم عن ربي، لأن ربي هو اللي قايل باللي اللي صبر اليوم مات له واحد وكذا حتى ظلم وبغى يعفي على أخيه، ربي قال يجوز، وأنا اللي نخلص الناس اللي صبروا ونظلموا، أنا اللي نخلص، معناها أنا اللي نعطيهم الحسنات ونجازيهم على الصبر. فبشر الصابرين، هذا رب العباد ماشي ترامب، رب العباد يقول لك فبشر الصابرين، معناه الصابرين هما اللي يمكن حتى نظلموا ولا تحقروا وصبروا. مانيش نهضر على السياسة، راني نهضر على العلاقة بين البشر وبين ولاد الجزائر في جهات معينة، سواء تنوض في البالو، سواء تنوض في امتحانات، سواء تنوض في قضية الخدمة، سواء. أنا راني باغي نخيط بالأبيض وأدعو الناس في أهل الرويسات والحراش يجيبوا خير عقال، حتى كنت تكونوا طفيتوها شوية، معناها مانيش عارف بالعدالة ولا حوايج، ديروا هذا الصلح اللي يبقى تاني هو كما نقولوا حنا منارة يقتدوا بها الناس، لأنها حتى ما يقدر يظلم. لأن القضية هذه ماشي لأول مرة صرات بين لامسي وبين وهران وبين الشلف، صرات في 2007 ولا 2008 ثاني روينة. وراني نقول باللي هذه اللي قليها الناس الكبار اللي هما شعب علاه، لأن المجتمع المدني ما يقدر لهاش، المجتمع المدني ما يقدرش يطفي حوايج من هذا الحجم. هذا المجتمع المدني ومجموعة من المنتخبين لا، هذه لازم تمشي الناس كبار متجدرين في وسط المجتمع، ما عندهمش مناصب، لأن هذه هي طبيعة تاع الشعب يبغي وحدين اللي يقولهم رجال الصلح. كاين اللي ما عنده علاقة لا بالحكومة ولا بالولاة ولا بالانتخابات ولا بالبلدية ولا بالبرلمان. يمكن يكون هاد الناس عندهم يخيطوا بالابيض، بصح اللي عليهم الثقل والمصداقية الشعبية هما الناس العاديين اللي خدموا على قضية أنهم ولاو في بلادهم ولا في قريتهم يقولوا بني فلان ناس تاع الصلح وناس تاع خير، كلمتهم مسموعة. هادو هما اللي رانا باغيينهم، هادو هما اللي راني نهضر عليهم، وراني نقولوا هاد الناس لاقوهم زيادة على السلطة، لازم تكون ممثلة مثلا في الولاة في رقم واحد في كل ولاية. أنا بغيت نقول رأيي لخاطر الناس طلبوا مني نقول رأيي، راكم سمعتوا اليوم رأيي، أنا ما نشعلهاش بغض النظر على وحدين يقولوا راهم حقروا أصحاب الجنوب، حكومة حقرة الجنوب وهذا الشعب ثاني حقر الجنوب هذا أصحاب الشمال. أنا ما تمشاش في هذه الواغش، لأنه تاليها تعذبنا كل والجنوب ما نقبلش ثاني أن الجنوب يقول كلام على أهل الشمال ولا على أهل الشرق ولا على أهل الغرب، ولا الغرب يقول ولا الشرق يقول. صارت مناوشات في عهد بوتفليقة، قال كلام وسبوا الجنوب صح، قالوا كلام على أصحاب خاصة في ورقلة. ومن هذا المنبر راني نقول الرجال كاين الرجال في ورقلة ثاني أن الناس أبطال وعايشين في هذا الأرض اللي بها مشقاها بحمانها وصابرين في الجزائر بوطنيتهم، وخطرات يفوتوا على الإهانة حفاظا على الوطن. واش يقول رب العالمين؟ كذلك موجود في الشمال ناس خيرين تاع الصلح وأبطال وناس أهل جود وكرم وما يضحوش بالوطنية مقابل صرات حوايج من هذا القبيل تاع حقرتني ما حقرتك، قلت لي كلام شين، طيحتوا بينا، طيحتوا من قدر كاع منطقة. ثاني كاين في الشمال وكاين في الجنوب ولاد الرجال أهل الصلح، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كلامي هذا يتسمع. وانا راني نقول راني نخيط بالابيض، انا مانيش باغي نشعلها ومانيش باغي ندخل في اللي شكون زعيم شكون اللي ماهوش زعيم، وراها المنطقه اللي فيها الزعماء وراها المنطقه اللي ما فيهاش الزعماء، لان القضيه تتجاوز الكلام الخاوي هذا. الكلام الخاوي هذا خاطئ. الزعامه هي كي يكون العدو خارج ولاد اللحمه الوطنيه والدين الواحد والعرق الواحد والوطن الواحد، هنا يباعوا الزعماء كما ضحوا عليها الابطال تاع اللي يسموهم الشهداء. هذوك هما الزعماء بهذا المنطقه. انا نعرف حاجه يسموها الزعيم، هو اللي يقابل العدو
ويضحي بنفسه. أما هنا لا، هذه قضية داخلية تحتاج إلى رأب الصدع، ونخيطوه بالأبيض باش يعمل هنا ونتغاضى، وإن شاء الله الرحمن الرحيم هاد التفاهات في الصطاد ما تعاودش. قروها لولادكم لي سيبورتور، قروها لي سيبورتور، يا ودي ما تاخذكمش العزة بالإثم باللي نتوما واعرين، وباللي عندكم الوطنية مع ايكيبتكم، كل واحد يبان له باللي ايكيبتي هذه تخلى اللي دار بها نخلي الجزائر، معناها تخلوا على ايكيب، تخلوا الجزائر كاملة. صح في لحظة الغضب حتى واحد ما يقدر يتمالك نفسه، صح الغضب قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه حتى الدين، لحظة الغضب بنادم يدير يقتل كاع. وإن شاء الله نسأل الله العافية، ورمضان كريم، وانا راني قلت حاجة نتاع خير وصلح، ظنا مني بلا راني قلت صلح. ما تهضروليش لا عندكم طيحوا عليا بلي كومونتير تاع العنصرية، قال ودي ولا واش دخلك، ولا صحاب الجنوب يقولوا لي ودي راك نقصت من قيمتنا، راهم ضرونا وانت تسمى ما زدتش معانا، ولا الشمال يقول ودي راهم ضرونا صحاب الجنوب وانت نقصت من حقنا. انا راني نقول لكم واش يقول ربي، وحفاظا على الوطن. تجاوزوا الغضب، تجاوزوا السيئات، تجاوزوا الامر اللي هو بين ولاد الشعب. وهذه رانا في قرونا نقولوا باللي احنا ولاد الوطن غير وحدنا. هذه القضية غادي يتفسد بيناتنا وينجر الكره. هذه الكره يؤدي الى فتات هذا المجتمع. الله يعطينا، راني عاودت الهضره غير باش نرصيها، عاودت غير باش تسمعوها مليح، تسمعوا رايي وتسمعوا واش رانا نقولوا، والدعوه التي ادعو اليها لجان صلح من المجتمع اللي عندها مصداقيه في دواره، خاطي ما عندهاش صبغه حكوميه باش يتقبلوه الناس، ولكن السلطه ممثله مثلا في الولات لازم تكون حاضره تعطيها صبغه الشرعيه ثاني. والله يهدي ما خلق. ونعاود نقول الناس اللي فايتين جهدهم بالرجله هذيك صرفوهم لجهه واحده اخرى. اما الناس ولاد الفاميله اللي غضبوا ما عليش نتاو بيناتهم، ولا خطئوا نتاو بيناتهم. والقضيه نتاع الصلح هذه ماهوش معناها السعدوي لا يدعو الى قضيه قال ودي الجنوب محقور ولا الشمال محقور، بعيد على هذا الامر. انني نهضر على صلح الرجوله واللي يقولها رب العالمين، والله يسترنا ويستركم، وان شاء الله الرحمن الرحيم صوحهم الصحه والسعاده والهناء. ودعوه ثانيه نتاع ربي طيب الخواطر حتى الناس الجاليه اللي في الخارج ما يثيروش هذا الامر، يقعدوا يناقشوه بين بعضهم في الفيسبوك عندهم برا في الخارج في كل الجاليه الجزائريه، لان القضيه ما قعدتش غير هنا، القضيه راه تداول حتى في صفحات برا. الله يسترنا ويستركم، الله يستر الوطن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.